دي سلسلة هنسميها ورقة وقلم. السلسلة دي هنتكلم فيها عن تقسيمة الفراغات في الشقق، وازاي نقدر ان احنا نقسم الفراغات بتاعتنا بكل سهولة. هنتكلم عن الحمامات في البداية لان هو من الاشياء او من الحاجات اللي ناس كتير طلبتها مني، وناس كتير حبت فكرة ان احنا نتكلم عن تقسيم الحمامات، لان هو يمكن اصعب مكان في الشقة واكتر مكان لو هو طلع بشكل ناجح فالشقة بتطلع بشكل ناجح. طبعا هنتكلم عن تقسيم المطابخ، هنتكلم عن تقسيم غرف النوم، هنتكلم عن تقسيم الريسبشن، هنتكلم عن كل الفراغات. طبعا هنبدأ بالحمامات، لأن الحمامات أنا عارف قد إيه بتفرق جدا في شكل الشقة، ودايما دايما بنقول إن الحمام بتاع أي شقة لو شكله كويس والتقسيمة بتاعته كويسة فهو هيفرق جدا جدا في شقتك من غير أي مجهود. طيب خلينا نبدأ. هنبدأ بالشكل المتعارف عليه في اغلب الحمامات او في 80% من الحمامات. الشكل ده اللي هو بيكون الشكل المستطيل، بيكون بالشكل ده. طبعا احنا هنحط اعتبارات بناء على الخبرة المتواضعة اللي عندنا. الاعتبارات دي هتكون عبارة عن ان احنا هنعمل الباب هنا، وده اغلب الشقق بتكون بالشكل ده، او اغلب الحمامات المتواجدة حاليا بتكون بالشكل ده. بيكون الحمام بالشكل المستطيل، الباب بيكون هنا والشباك بيكون هنا. طبعا اللي هيمشي على الاوبشن ده هيمشي برضو على الاوبشن العكس لو انا عملت الباب هنا والشباك هنا. وبرضه هنتكلم في حالة لو الشباك ده لو هو مش هنا وهنا، وهنتكلم برضه لو الشباك ده مكانه هنا هيجي هنا مثلا. طيب انا دايما في مكان الشباك بتلاقي الكومباوند او الشركة او المكان اللي انت استلمته منه بيخرج لك من هنا ماسورة الصرف بتاعة القعدة. ودي اول نقطة بناخد بالنا منها. هو بيقول لك ان انا عايزك تحط لي القعدة هنا، خصوصا لو هتعمل قعدة عادية. دايما خليك عارف كويس جدا ان القعدة العادية مش بتبقى احسن حاجه ان انا ارحلها من مكانها. يعني لو انا عايز اجيب القعده العاديه احطها هنا او احطها هنا هو ينفع، ولكن فنيا مش احسن حاجه. دايما بيكون الافضل ان انا لو عايز اجيب القعده بتاعتي هنا او اجيبها هنا فالافضل ان هي تبقى قعده معلقه. طيب خلينا ان احنا هنركب قعده عاديه، وانا هختار المكان الانسب والافضل للصرف والعمليه الصرف، وهتكون القعده هنا. عندنا الجزء الثاني، دايما بنتكلم في الفيديوهات بتاعتنا ان انا فتحت الباب كده في وشي، اول ما هبص على طول انا عايز ابص على الحوض. ودي من الحاجات اللي انا دايما بفضلها، اول ما هفتح الباب الاقي الحوض في وشي بالمرايه بتاعه الحوض، بالحوض نفسه. سواء هتعمل حوض برخامه او هتجيب حوض جاهز زي الاحواض اللي بتتباع في السوق، ولكن هتاخد بالك من بعض الاعتبارات. اول حاجه المقاس ده لا يقل عن 60 سنتي. العمق بتاع الحوض ما بيقلش عن 60 سنتي، يبقى انا لازم اتاكد ان الكتف ده هيبقى عندي 60 سنتي زائد مثلا 10 سنتي، بحيث ان فتحه الباب تكون مكفيه. خلينا نكبر فتحه الباب عشان الموضوع يبقى واقعي اكتر. طبعا الباب بيفتح كده، دي الحيطه، وده الباب بيفتح كده، وانا فتحت لقيت في وشي على طول الحوض. قلنا العمق ده مش هيقل عن 60، زائد كمان هسيب 10 سنتي ما بين الحوض وما بين البر بتاع الباب. يبقى انا عندي 10 سنتي و10 سنتي و60. ال 10 سنتي دول بتوع البرواز بتاع الباب يمين وشمال، وبعد كده ال 10 سنتي الفاضيين اللي هحط عليهم المفاتيح بتاعه الاناره بتاعه السقف او الجبسون بورد. طيب يبقى احنا كده هنحط الحوض، لان انا دايما بفضل او احنا دايما هنفضل ان انا لما افتح الباب الاقي في وشي الحوض، ودي بتبقى فكره محترمه جدا، بتديك شكل جمالي في الحمام من غير ما تعمل اي مجهود. هنا خلاص قلنا ان ده المكان الافضل والمناسب للقعده، طالما ماسوره الصرف هنا يبقى انا حطيت القعده هنا. خلاص اوتوماتيك بقى عندي الجزء ده شاور بوكس. طيب شاور بوكس ممكن اعمل ثابت بس، يبقى جزء ثابت هنا وجزء هنا ثابت عشان الميه ما تجيش على الحوض ولا الميه تيجي على القعده، وابقى انا واقف جوه براحتي. هعمل هنا مثلا الصفايه بتاعت الشاور، واعمل الخلاط بتاع الشاور ممكن اعمله هنا مفيش مشكله، ودي الطاسه. وهنا ممكن ابني حائط صغير احط فيه الارفف بتاعه الشامبوهات. طيب هناخد بالنا من ايه، او ايه الحاجات اللي احنا المفروض نراعيها او ناخد بالنا منها؟ طيب
اول حاجه مينيمم عرض الشاور لا يقل عن 80 سم. مينيمم عرض القعده او الحيز بتاع القعده لا يقل عن 80 سم. طيب ينفع الشاور بوكس يكون 70؟ ينفع، ولكن مش افضل حل. افضل حل المينيمم، واللي ممكن تزيد عنه اللي هو ال 80. طيب الطول براحتك. القعده نفس الكلام، مينيمم 80. يبقى انا لو انا هعمل فكره ان الشاور جنبه القعده لازم اتاكد ان انا في 80 سم صافي، في 80 سم صافي. وناخد بالنا كويس ان احنا قلنا ان دي الحيطه، هيبقى فيه لسه محاره يمين وشمال، هيبقى لسه فيه سيراميك او بورسلين يمين وشمال. انا بوضح لك الموضوع بطريقه بسيطه عشان لو انت بتشطب لوحدك الموضوع يكون سهل عليك. يعني كده لو انا عندي مثلا عرض الحمام سي مثلا 2 متر، على طول هتشيل منهم 10 سم يمين وشمال. ال 10 سم يعني انت كده عرض الحمام بتاعك بقى 190. لو متر و70 نفس الكلام، هتشيل 10 سم على طول. طيب العرض بتاع الحوض كام؟ عرض الحوض يبدأ معاك من 60، 70، 80. ولكن احنا بنتكلم في حالة لو انا هعمل الجزء ده من الرخام. يعني الجزء بتاع الحوض ده هجيب رخامة اثبتها في الحيطة طايرة، وهجيب حوض بأي مقاس انا عايزه. يبقى ساعتها اقدر اتحكم في مقاس الرخامة. ممكن اجيب الرخامة بتاعتي 60، ممكن اعملها 70، ممكن اعملها 80، ممكن اعملها 90، ممكن اعملها 75. طيب لو انا هشتري الحوض جاهز، الاحواض الجاهزة، الاحواض الجاهزة مقاساتها على ما اتذكر 60، 80 متر و20. فانت طبعا لو هتحط في المكان ده حوض جاهز اللي هو بيتباع في السوق، لازم تروح وتشوف ايه انسب حوض مناسب ليك ومناسب لمقاس حمامك عشان تجيبه وتبقى عامل حسابه في المكان بتاعه. خلاص احنا قلنا ان الجزء ده هيبقى فيه الشاور بوكس. تمام. ممكن نعمل هنا جزء ثابت، ونعمل هنا جزء ثابت، ويبقى عندي الجزء ده اقدر ان انا ادخل واطلع منه بكل سهوله، وبقى عندي الحمام مسار الحركه اللي فيه محترم جدا. اقدر ان انا اتحرك في الحمام بتاعي بكل سهوله. هقدر اوزع الاضاءه واوزع الاناره بطريقه هندسيه وطريقه محترمه. طيب ده كده اول شكل للحمام، والشكل المثالي والمحترم والمريح في الاستخدام. طيب ساعات بنلاقي ان العرض ده مش مكفي 80 ومش مكفي 80. العرض ده مش مكفي 80 ومش مكفي 80. ساعتها نعمل ايه؟ بكل سهوله هنبدا تاني نرسم الحمام من اول وجديد. اهو نفس الحمام بالظبط. طبعا قلنا هنتاكد ان العمق ده خلاص لا يقل عن 80 او 75 سم. تمام. خلينا نكتب بالقلم الاسود، اعتقد ان هو هيكون اوضح. طيب يبقى احنا قلنا هنحط الحوض هنا. طيب انا العرض ده مش مكفي، يعني عرض الحمام ده مش مكفي، يبقى انا هعمل ايه؟ وعندي الشباك هنا. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اغير هيكله الحمام، عايز انقل مكان القعده، لان انا مش هعرف احط القعده والشاور جنب بعض. عايز احط القعده هنا مثلا. طب انا عشان احط القعده هنا ايه الاعتبارات اللي المفروض اخد بالي منها؟ قلنا ماسوره الصرف هتبقى داخله لي من هنا. هجيب السباك اخليه يقص ماسوره الصرف من هنا وادخلها من هنا، بدل ما يدخل بماسوره الصرف ويمشي بيها كده. طبعا هيبقى في كوع هنا وكوع هنا، دي حاجات فنيه، وموضوع الصيانه ما بيكونش كويس والاستخدام ما بيكونش عملي على المدى البعيد. فهو هي بدل ما الماسوره هتدخل من هنا، هبدا ان انا ادخل الماسوره من الجزء ده وامشي بيها وادخلها في القعده. وفي الحاله دي يفضل ان هي تكون قاعده معلقه، علشان القاعده المعلقه بتديك سماحيه في الميول، وبيكون ارتفاعها كويس ومناسب ان انا اقدر اعمل فيها ميول محترم واخد الصرف بتاعي واطلعه لحد بره. خلاص احنا قلنا ان انا مثلا هنفترض ان انا عندي الجزء ده 70 وعندي الجزء ده 80. هيتبقى لي مساحه الشاور، اخد الشاور بعرض الحمام كله. التقسيمه دي شكلها شيك جدا، وعملناها في كذا شقه من الشقق اللي احنا بنشطبها. التقسيمه بتبقى شيك جدا، محترمه جدا، وتحفه جدا. طيب يبقى انا هاخد بالي برضو ان انا خلاص هعمل هنا الزجاج بتاعي في الجزء ده هيكون فيه الازاز. تمام. الازاز هيكون في الحته دي اللي هو الثابت. انا هدخل من هنا، هلاقي في وشي الشباك. هحط مثلا الخلاط هنا
بتاع الشاور، واحط الطاسه بتاعه الشاور، تبقى كده بالشكل ده، والجزء ده هيبقى معايا فيه ارفف. وبرده من النقط المهمه جدا ان في حيطه هتتبني، يعني احنا العمق بتاع القاعده ده بيتبني في ظهره عشان اقدر امشي ماسوره الصرف، فاحنا بنستغل العمق ده وبندخل بيه بنكمل فيه في الشاور، وبنعمل فيه ارفف نحط فيها الشامبوهات. والموضوع دوت بيتعمل طبعا فقط للقواعد المعلقه عشان الشاسيه بتاعها يتم دفنه داخل الحيطه. تمام. طيب لو انا الشباك ده موجود هنا، لازم هتقفل الشباك ده وتجيبه هنا. لو انت في كومباوند لازم هتقدم رسومات هندسيه تديها للكومباوند يوافقوا عليها، ان انا عايز انقل الشباك هنا، عايز اخلي ماسوره الصرف بدل ما هي من هنا هجيبها من هنا، وبيوافقوا عليها مفيش اي مشكله. ولو انت في شركه، ولو انت في مكتب عادي او في شركه عاديه ومستلم الشقه من مكان عادي، بكل سهوله، شغل نظيف وشغل محترم، تقدر تعمل الكلام ده كله بكل سهوله. الموضوع بيبقى شيك جدا وحلو جدا. طيب ده كده اول شكل لحمام ممكن نقسمه، اللي هو الشكل المستطيل. طيب خلينا نروح للحمامات الكبيره. ساعات ممكن يبقى عندي في البيت عندي حمام كبير ومش عارف ان انا اوظفه صح. طيب ده حمام انا هرسمه لكم، لسه عامله في شقه عندي. تمام. عرض الحمام كان كبير. تمام. انا لما رحت استلمت الشقه لقيت الحمام في الجزء ده، انا رحلت الحمام، رحلت الباب، خليت الباب في النص، خليت الباب في النص. طيب ليه انا خليت الباب في النص؟ دلوقتي كان العميل طلباته ان هو عايز يحط غساله، حوض، قعده، شاور، شاور بوكس زائد جلسه للشاور، دي طلبات العميل. تمام. زائد السخان. فانا قلت ارحل الباب في النص لان انا عندي العرض كويس، واستغل الحيطه دي. طيب عملت في الجزء ده حوض، وبنيت هنا كتف من الطوب، وحطيت الحوض بتاعي هنا. برضو تاكدت ان العمق بتاعي ده 75 او 80، العمق ده. جيت في الظهر هنا حطيت له الغساله، بحيث ان هي تبقى بعيده عن اي مشاكل او اي ميه، تبقى في الاول خالص وتتحط جوه يونت. تمام. كان عندي الشباك هنا بتاع الحمام، خدت ماسوره الصرف من بره ودخلتها من الجزء ده، وحطيت هنا في وش الحوض، حطيت عندي القاعده المعلقه، وبنيت الكتف بتاعها بقى بالشكل ده. طيب علشان اعمل المنظر ده، وجيت في الاخر ورحت عامل ازاز فاصل، باب مفصلي يديني هنا جلسه من الطوب او جلسه طايره براحتي اقعد عليها، والجزء ده بنيت في ظهره ارفف، وهنا اقعد، وحطيت هنا الدش بتاعي اقف هنا براحتي، وهنا الصفايه بتاعت الشاور. طيب ايه الاعتبارات المهمه جدا اللي انا لازم اخد بالي منها في حاجه زي كده؟ طبعا اهم حاجه قلنا ان العرض بتاع القعده ده خلاص 80 سم. خلاص الحوض ما شاء الله المساحه بتاعته كبيره. الغساله لا تقل عن 70 سم في 70، يعني انا الغساله محتاج لها حيز 70 كده و70 كده. تمام. خدنا الشاور متر و20، والطول بتاعي براحتي. قدرت ابني جلسه، عملت حيطه علشان اللي يفتح الباب اللي قاعد في الشاور يبقى الازاز مقفول عليه، في برايفسي او في خصوصيه، اللي يدخل يقف على الحوض. طبعا هتاخد بالك كويس جدا من المسافه اللي ما بين القعده وما بين الحوض، مهم جدا تبقى واخد بالك ان المسافه دي لا تقل عن 1 متر، عشان اللي يدخل يقفل الباب يعرف يمشي في الجزئيه دي، يعرف يستخدمها بكل سهوله. الجزئيه المربع ده مسار الحركه بتاع الحمام، خلاص لازم تتاكد ان مسار الحركه ده لا يقل عن العرض بتاعه لا يقل عن متر، لان مهم جدا 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 ان انا عندي عنصر 2 3 4، مهم جدا ان انا اقدر ان انا اتحرك فيهم بكل سهوله. طبعا السخان حطيناه في الدولاب بتاع الغساله فوق الغساله، احنا عملناه سخان فوري، تقدر تعمله سخان كهرباء، تقدر تعمله اي سخان، خلاص تقدر تعمل اي نوع سخان انت عايزه فوق الغساله، ان هو كده كده هيتحط في يونت ومش هيبقى باين. ده تاني شكل للاشكال بتاعت الحمامات المتعارف عليها. اتمنى الفيديو يكون مفيد. دي اول مره ان انا اصور فيديو بالشكل ده، ولكن اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي احنا قلناها.
لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في الكومنتات، وقول لي ايه الفيديوهات اللي انت عايزها في المره الجايه نتكلم عليها في السلسله بتاعت ورقه وقلم. قول لي حابب نتكلم عن المطبخ، ولا نتكلم عن الريسبشن، ولا نتكلم عن غرف النوم، ولا حابب فيديوهات اكتر عن الحمامات. لو عندك مقاس الحمام بتاعك محتار تعمل فيه ايه، برضو اكتب لي مقاسه تحت في الكومنتات، مفيش مشكله، هقدر ان انا اصور فيديو برضو واعمل لك عنه فيديو. وقول لي رايك في الفيديوهات، هل شايف ان الفيديو مفيد، وهل فعلا حاسس ان الموضوع هنطلع بيه يعني الناس هتطلع بيه مستفاده ولا لا، وهل هيفرق معاكم في تشطيب شقتكم. وما تنساش انا معاك في اي وقت، تقدر تكلمني في اي وقت، تبعت لي رساله في اي وقت، تاخد رايي في اي وقت. كان معاكم المهندس احمد هشام، مهندس معماري ومهندس ديكور. شكرا، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.